بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ بمقام جديد، والمقام هذا مهم كثير، مقام البيات. هذا من المقامات المهمة جدا اللي القارئ يبدأ بيها بالبسملة ويصدق بيها. يعني مثلا الشيخ أبو العينين شعيشع نستمع هسه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم. شوف البيات نبسمل بيه ونصدق بيه، حتى لو نقرأ بالوسط عجم صبا رست حجاز، بس المهم احنا نبدأ بيه ونصدق بيه. فإذا ردنا نبدأ بالبيات ناخذ 4-5 آيات، حتى لو تريد كل التلاوة تقرأها على البيات عادي، يعني عندك صلاحية. فهسه راح نبدأ من سورة مريم من مقام البيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا
صدق الله العظيم. هذه التلاوة قرأتها من سورة مريم، وهي على مقام البيات، لأنه قلنا التصديق والبسملة والتصديق هذني على البيات ضروري، والباقي الآيات هم قرأتها على البيات. فهذا مقام البيات أيضا من المقامات الجيدة المهمة. وإن شاء الله الحلقة الجاية يجي المقام الجديد، ونستمع إلى مقام جديد إن شاء الله. ومع تحياتي إليكم، ولقاء جديد، وتقبلوا تحيات القارئ عادل يوسف العادلي.